السلام عليكم. دلوقتي اي عازف بيعزف اي آلة ايا كانت، مهم الاول قبل ما يعزف الآلة ان هو يظبط الاوتار بتاعة الآلة او يظبط المفاتيح بتاعة الآلة، ويكون متدرب كويس قوي على الآلة عشان لما هو يجي يعزف على الآلة يعزف بشكل صحيح جدا. او مثلا لاعب الكوره لما يجي يلعب الكوره مهم قوي ان الاول الكوره تبقى منفوخه بالدرجه اللي تليق ان هي تتشاط كويس، او بالدرجه اللي يبقى فيه مرونه ما بين الرجل اللاعب وما بين الكوره. يعني ما ينفعش ان هي تبقى مش منفوخه قوي او منفوخه قوي بدرجه تبقى ناشفه جدا. لازم تبقى منفوخه بدرجه معينه. وطبعا لازم اللاعب ده لما بيجي يلعب على الكوره او بيلعب بالكوره لازم يكون متدرب قبليها كتير جدا جسديا، ويتدرب مع الكوره كتير جدا عشان يبقى فيه توافق ما بينه وما بين الكوره بشكل كبير. اللي بيرسم لازم ان هو يهتم ان هو يجيب فرشه كويسه، ويهتم ازاي يمسك الفرشه، ويهتم ازاي يحط الفرشه دي على اللوحه، ويهتم ان هو يشغل خياله ويعمل الثلاث حاجات دول مع بعض، ويكون مهتم جدا ان هو يعرف يمسك اصلا الفرشه. طيب، الممثل هو الآلة والعازف. الممثل هو الكورة واللاعب. الممثل هو الفرشة واللوحة والرسام. الممثل هو كل حاجة، هو أدواته فيه. أنت الممثل وأنت الآلة بتاعتك. فده شيء صعب جدا 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 إنك تحقق المعادلة دي، ولكن بالتدريب المستمر، بالقراءة الواعية اللي انت بتبقى فاهم انت بتقرأ ايه، بالشغل اللي انت دايما بتبقى ملاحظ نفسك وانت ترمومتر نفسك، وقلت الكلام ده قبل كده، بان انت دايما بتطور من نفسك، بان انت دايما بتتفرج على افلام كتير ومسلسلات واعلانات وسكتشات وافلام قصيره واجنبي ومصري، ودايما مطلع على كل الثقافات، ودايما بتاخد ورش. ده شيء مهم جدا، ده هيوصلك لمرحله عاليه جدا، هيوصلك لمرحله ان انت تبقى مدرك انت بتعمل ايه، مدرك اللحظه اللي انت فيها، مدرك انت بتطلع ايه. انت كممثل لازم تصدق قوي اللي انت بتعمله عشان غيرك يصدقك. فالمعادله ان انت الآلة وانت اللي بتلعب في نفس الآلة دي والآلة فيك اصلا، ده شيء صعب جدا، ولكن بالشغل الكتير والاستمرارية صدقني صدقني والله العظيم هتبقى سهلة جدا وهتبقى ممتعة جدا. واهم حاجة في اللعبة الانبساط، ان انت تنبسط وانت بتلعب. بس كده، اعمل لايك وشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن، واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.